اهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. اذا لسه جديد هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة. انت مين بقى في الافينجرز؟ سؤال كده طرحته على نفسي في وقت من الاوقات كده في ساعة الفراغ، وقلت هل احنا في العالم الواقعي عندنا افينجرز زي اللي بنشوفهم في الافلام؟ بس طبعا من غير البدل ولا العبايات اللي بتطير ولا القدرات الخارقة اللي موجودة. هل احنا كافينجرز موجودين في الشغل وفي البيت؟ تعالى ندردش في الموضوع، يمكن نكتشف احنا مين من الافينجرز. هل احنا ايرون مان العبقري اللي عنده حل لكل المشاكل، او اللي فاكر نفسه عبقري؟ الشخص ده دايما واثق من نفسه، ثقة تخليك تتساءل هو فاهم ولا بيمثل. في شغلك تلاقيه عنده حل لأي مشكلة موجودة، بس عمره ما حل حاجة صح. ثقته أحيانا تحبطك وتشعرك بأن أنت بتتضاءل أمام هذه الثقة يعني. وعنده رؤية عظيمة لكن ساعة التنفيذ بنلاقي كوارث. في البيت الشخص ده دايما بيخترع أمور ملهاش أي قيمة، ممكن يكون زوج أو أخ أو غيره. بيمثل لك كده الإنسان اللي عايز يخلي حياتك سهلة لكن هو بيصعبها عليك. ممكن يكون الاختراعات دي بقى في الطبخ، في حاجات في البيت، يعملك قفلة في الكهرباء، المهم إن هو دايما بيخترع. أما كابتن أمريكا الشخص المثالي جدا المهووس بالنظام، اللي حابب إن كل حاجة تبقى منظمة والناس كلها تبقى فريق عمل، والفريق أصلا بيعمل شاي، ما عندوش أي مشكلة. شخص باحث عن النقاء الأخلاقي في عالم أصلا بيعم بالفوضى. في البيت هتلاقيه وزير النظام، بمعنى ان ده شخص لا يستطيع التعايش مع فكرة ان في مخدة مقلوبة او شاحن مش موجود في مكانه. متمسك كده بقناعات جميلة، لكن للأسف يعني لا تصلح للحاضر المكركب اللي احنا عايشين فيه يعني. فاكرين مشهد احمد عز في فيلم مصلحة لما كان دايما يقول يا مساعد اعدل الحصان يا مساعد؟ اما بقى ثور، الموظف المتحمس الدائم اللي دايما يدخل عندك مكتبك وهو واثق الخطى يمشي ملكا، لكن دايما تلاقيه متأخر في التاسكس اللي عليه. كل اجتماع موجود معاك تحس انه داخل حرب، صوته عالي وقراراته اعلى وهو بدون منطق يعني بيمثلك كده القوة اللي بدون خطة والحماس المفرط اللي في غير محله. في البيت يا ريت ما تدخلوش المطبخ، لانه لو دخل المطبخ هتتحول الى ساحة معركة ما بينه وما بين المواعين والحلل، ويعني هتبقى قصة كبيرة يعني فانت هتدخل وراه في بعديه بكارثة بشكل كبير يعني. هو تحس انه عنده قوة مفرطة جدا لكن تفقد التوازن بشكل كبير وخصوصا في اثناء الطبخ. اما هالك بقى الطيب العصبي، اللي هو شخص هادي ولطيف معاك في الشغل، شيل معاك في الشغل ممتاز جدا، لكن ما بيقبلش الغلط بالنسبة له أزمة كبيرة. شخص كده جواه طيبة العالم كله والغضب في نفس الوقت، سهل جدا يتحول من الطيبة إلى الغضب في لحظات. في البيت ده الشخص اللي بيحب الهدوء، لكن لما بيحصل حاجة غلط دور على الريموت ما يلاقوش، يلاقي كنكة القهوة فارت منك أو حاجة، تلاقيه غضبه سريع جدا لكن في نفس الوقت بيهدى بسرعة. كأنه بيحمل تناقضات البشر بشكل عام، يعني طيبة مع عصبية مكتومة. أما بلاك وودو دي بقى الشخصية اللي بتعرف كل حاجة، عندها كل الأسرار سواء في المكتب أو في البيت، وغالبا بيبقى عنصر نسائي وأنا مقصدش أتحيز طبعا. لكن دي شخصية حافظة التاريخ المهني للشخص والعاطفي كمان، وعارفة هو متخانق مع مين وبيدور على شغل ولا لأ، وعارفة مين أكل آخر قطعة كيكة أو آخر قطعة شوكولاتة في التلاجة، وجهاز كشف الكذب، يعني إذا كدبت قدامها هتعرفك. هي كده يعني عارف الشخصية اللي فيها إدراك هادي كده وحاضرة دايما ويعرفك أكتر من نفسك، زي الشرط السري كده. يعني تقدر تقول شخص بيراقب في هدوء ومراقبة لا تستطيع الفرار منها يعني. أما هوك آي موظف الصامت، رجل مهام الصامتة، هادي جدا اللي بيظهر وقت اللزوم، وقت الجد، وقت الضغط، في شغلك في بيتك. عنده كده تركيز وموهبة، يعني في وسط كل ضوضاء وفوضى العمل تلاقيه حاضر، تحس ان هو رجل في الظل كده لكن منجز بشكل كبير. وفي البيت تعتمد عليه في اي مشكلة، حتى لو مزاجك متعكر تحس كده ان هو بيعمل لك يعني اعادة ضبط. شخص هادي
يا ريت كل البيوت يكون فيها الشخص ده. اما سبايدر مان ده بقى اللي هو تعتبره الشقيان، متدرب الشقيان او الموظف الجديد اللي في الشغل او في البيت. تشوفه كده شاب متحمس وعنده حماس وشايل الشغل كله، الدنيا كلها بدون ما حد ياخد باله منه، بالعكس بيشيلوه مهام اكتر. كأنه بيمثل طاقة خام بيستهلكها اللي حواليه بدل ما هم ينتجوها. في البيت ده بقى عيني تلاقيه أصغر واحد في البيت وشايل كل المسؤوليات، اللي بيفكر في أي حاجة، عايز يشرب كوباية مية، عايز يفتح الباب، عايز يفتح التكييف، يقفل المروحة، على طول يناديه، اعتبره سبايدر مشاوير. تمام. ده بيمثل في حياتنا كده مرحلة البدايات اللي فيها نشاط مفرط جدا بلا تقدير. أما دكتور سترينج الفيلسوف اللي شايف كل حاجة بس ما بيعرفش يشرح بصراحة، ده شخص ممكن يقزم لك حياتك الفكرية، يعني بيشرح لك أي حل بسيط كأنه شفرة زمنية. دور على أصعب الجمل لشرح أبسط الأمور. عنده معاناة في التعبير وكثرة في الكلام وتؤدي إلى قلة الفهم. لما تتكلم معاه في نقاش تندم إن أنت اتكلمت معاه، لأنك خرجت من نقاش أنت أصلا مش فاهم أنت كنت بتتكلم معاه في إيه. عنده كمان في البيت كده طقوس غريبة، تحس إنها طقوس روحانية، بتتعامل مع طاقة البيت، مكان الكرسي، زاوية وجوده، تناغم الضوء مع العفش اللي موجود، حركة مجاري الطاقة في البيت، حاجة كده غريبة كده. عنده عمق أحيانا بيبقى بلا داعي. الشخص ده ممكن بكلمتين يخليك تشعر بالغباء المبالغ فيه. أما بقى الشخص الأنيق الراقي بلاك بانثر اللي بيمثل أناقة وسط الخراب والفوضى، ده في الشغل عندك لما يدخل كده ويتمشى في الشغل تلاقيه شخص راقي جدا، ذوق عالي، هادي، كلامه موزون، كأنه كده شخص عنده ساوند تراك شغال في الباك جراوند بخليه في مود بعيدا عن اللي بيحصل في المكتب. يعني شخص عايش في عالمه الخاص. بيمثل لك كده الإنسان اللي سهل جدا ينجو من أي فوضى بالأناقة. في البيت تلاقيه شخص هادي وراسي، حتى في أصعب الظروف شبشبه ضايع تلاقيه بيدور عليه بهدوء شديد جدا، ملوش علاقة بالفوضى والمنزلية والحياتية. هو عايش الأناقة وسط الشباشب الضايعة، يعني ما هادي جدا. وبالتالي ده شخص تعتبر ان هو بيمثل لك اللطف الراقي اللي بيرفض ان هو ينزل لمستوى الشباشب المنسية اللي احنا بنعيش فيه، ولا فردة الشراب اللي انت مش عارف تلاقيها من ساعة ما جبتها. اما كابتن مارفل الشخصية اللي بتيجي تنقذك في اخر لحظة في الشغل او في البيت، تظهر لك ظهور مفاجئ، يديلك تأثير عظيم جدا، وفجأة تختفي تاني. زي كده ما يكون عندك مشكلة وانت خلاص وصلت الى يعني حافة اليأس، ويظهر لك المشكلة في اخر ثواني. حلول سحرية، يعني دي شخصية لصاحبة الحلول السحرية في وقت الأزمة، في البيت، في الشغل. حتى لما يعني بيكون الشخصية دي موجودة في البيت تعمل حاجات كده تفاجئ بيها. يعني تدخل البيت فجأة ايه ده، الصالة مترتبة، تعرف ان كابتن مارفل مرت من هنا. حلول سريعة بتظهر فجأة وتختفي فجأة. اما بقى انت مان الشخص اللي بيختفي فجأة ويرجع فجأة، اللي هو ما انتش عارف هو موجود فين، يعني هو تحت السرير، في الدولاب، يعني اللي بيمثلك كده فكرة التحول والتقلص والتمدد البشري ما بين النشاط والكسل. يعني الشخص ده ممكن يختفي في نص اليوم ويظهر لك فجأة. ممكن تبقى قاعد في قاعدة عائلية وقاعدين كلكم مع بعض ما تلاقيهوش، وفجأة تبص على يمينك تلاقيه، يعني ما تعرفش ده ظهر ازاي وامتى يعني. اما كويك سيلفر ده الشخص اللي في حياتك اللي بيعمل كل حاجة بسرعة وبيرجع للي كان بيعمله في الأول. يعني تلاقيه مثلا تطلب منه حاجة في البيت دقيقتين خلصها ويقعد يلعب تاني. هو شعاره ان السرعة لا تعني الاتقان، يعني خليك سريع ولو الناس هتضيع عادي جدا مفيش اي مشكلة. وانصحك ما تطلبش منه في الشغل يعمل حاجة لانك هترجع تعملها وراه، وفي البيت اوعى تخليه يمسح ارضية الحمام بعد ما ياخد شاور، لان غالبا هتتزحلق وتتعالج عند دكتور عظام. يعني الخلاصة من الكلام اللي احنا بنقوله ده ان احنا كل واحد فينا جواه ممكن يكون جواه نسخة مصغرة من افنجرز واحد او اكتر، يعني بس بدون بقى القدرات الخارقة والكلام ده كله، لكن عندنا نفس العيوب ونفس النوايا الطيبة، وكلنا بنكافح، كلنا أبطال في حياتنا، كلنا أبطال في شغلنا في بيتنا، بس يعني بالعبايات والشباشب والجلاليب. يعني مش لازم يكون عندنا القدرات السحرية والإمكانيات الخارقة اللي موجودة عندهم. فعزيزي خليك افنجرز
في نفسك في حياتك. تمام. يعني خليك افنجرز وانت طالع، وخد معاك كوبايه الشاي، واذا فاضل معاك حاجه من سندوتش الحلاوه، واقفل وراك الباب، باب مساحه الفراغ وانت خارج، لان الجو بدأ يبرد. وافتكر ان احنا ممكن نلتقي او لا نلتقي، بس الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.